سلام عليكم. أنا أماني محمد. تعالي أقولك إيه هو بديل رف التلاجة المكسور. لا هقولك الزقيه ولا اربطيه ولا الكلام ده خالص. وكمان لو عندك شعلة في البوتاجاز بتاعك نارها بالشكل ده بتحطي عليها الحلة وهي نظيفة، ولما بتشتغل عليها النار بتعمل هباب اسود بالشكل اللي هتشوفيه معايا ده كان شكل الحلة بعد ما حطيتها على النار وطبخت فيها. وما اقولكيش بقى على غسيل الحلة مقرف جدا، بتبهدل ايدي والحوض والليفة. ده هاند بلندر فريش، كنت جايباه ب 450 تقريبا من 3 سنين، والحقيقة صراحة أنا هلكته شغل مقدرش استغنى عنه في المطبخ، وبستخدمه كمان في الأوقات اللي الخلاط يكون عطلان فيها. عملت بيه عصير مانجا، والمانجا دي كنت مطلعاها من الفريزر ولسه فيها قطعة متجمدة، فالقطعة المتجمدة دي بوظت لي الجزء بتاع السلاح وما بقاش يلف، يعني بقى يشتغل على الفاضي. فقلت بقى اخد الجزء ده واشتري قطعة غيار زيه، ولكن دورت وسألت في محلات كتير قالولي القطعة دي للنوعية دي بالذات نوعية فريش ما بينزلهاش قطع غيار. لا، وسألت كمان المحلات اللي بتصلح قالولي ما بيتصلحش. وطبعا الجزء ده لو مش موجود يبقى الجهاز كله كده ملوش لازمة بقى عندي خلاص. بس كان في واحد بيصلح شاطر شوية، رحت له وقلت اسأله، فقال لي انه هيوديه المخرطة ويقص من عند المكان ده اللي انا بشاورلك عليه، هيقص المكان ده تمام، يعني هيفتح القطعة دي كلها وهيطلع السلاح ده ويصلحه، وبعد ما يصلحه هيلحم المكان ده تاني، فشكل الجزء ده هيبقى مش حلو او مش لطيف يعني. فانا قلت له طبعا مش مشكلة شكله، المهم عندي ان هو يشتغل. تعالوا بقى نشوف هو عمل ايه. هو غير الخطة خالص، ما قصش من عند المكان اللي كان قايل لي عليه. ركزوا هنا بقى كده، هو قص السلاح ده من هنا من المكان ده، شايفة مكان اللحام؟ هو قص من هنا وصلح السلاح تمام، معرفش عمل ايه بقى جوه، وبعدين لحم المكان من هنا ولزقه كده في بعضه باللحام. تمام كده، حلو قوي. وركبت الجهاز اهو زي ما انت شايفه واشتغل معايا ما شاء الله، بقاله 3 شهور واكتر بعد التصليح بستعمله ممتاز. اما ده بقى فده رف التلاجة اللي انا اشتريته بعد رف التلاجة بتاعي ما اتكسر. عايزه اقولك ما قعدش يومين 3 سليم واتكسر وبقى بالشكل ده. وده رف التلاجة الاصلي بتاعي. طبعا رف التلاجة بيكون جامد ومتين جدا، فلما بيتكسر دي بتكون خسارة كبيرة لانك ما بتعرفيش تجيبي واحد زيه. هو اتكسر بالنص طبعا كده. جوز الله يصلح حاله حاول ان هو يلزقهولي كده، يعني مش يلزقه، يربطه بالاربطة دي. الاربطة دي بتتباع تمام، يعني بيعمل ثقوب وبيشبك الأربطة دي وبيحاول يربطه بالشكل ده. لكن لما حطيته طبعا في التلاجة واستعملته وبدأت أحط عليه الحاجات اللي أنا عايزة أحطها في التلاجة، لا ما استحملش خالص، والحاجة بتميل وهيقع. ده حتى باقي الأرفف كمان اتكسرت، يعني مش عارفة زي ما يكون مرض كده وبيمشي في الأرفف ولا ايه، هما كلهم اتكسروا والله، يعني فجأة كده. الحمد لله على كل حال، كل شيء وله آخر، حتى عمر البني آدم، ربنا يحسن ختامنا جميعا. طبعا الأرفف لما اتكسرت عندي قلت بقى أروح أشتري أرفف جديدة، فصراحة رحت اشتريت رف واحد وكان ب160 جنيه، اللي هو ده لا متين ولا قوي ولا أي حاجة خالص، زي ما انت شايفة كده رقيق جدا، ما كملش 3 ايام وكان مكسور بالشكل ده، مع اني حاطه عليه حاجة خفيفة جدا. ولما بحثت على النت وشفت افكار كتير لتصليح ارفف التلاجة ما عجبنيش ولا فكرة غير الفكرة دي، الرف الالوميتال بديل رف التلاجة المكسور. الفكرة دي اول ما شفتها عجبتني جدا، والحمد لله نفذتها وربنا يبارك للي قدمتها لنا. الفكرة فعلا ممتازة بكل المقاييس. شوفي معايا الرف ما شاء الله جامد ومتين ازاي وقوي جدا، وده شكله من الناحية التانية، يعني هتحطيه على الناحية اللي تعجبك، سواء على الناحية دي او الناحية التانية، وبيستحمل بقى مهما حطيتي حاجات على الرف تقيلة مش بيتأثر خالص. الرف بقاله كام شهر عندي وبستعمله ممتاز ممتاز. انا عملت رفين للتلاجة عندي، رفين ألوميتال وكان سعرهم ب450 جنيه، يعني لما يكون الرف ب225 مش غالي ولا حاجة، لأن أنا كنت شارية الواحد ب160 جنيه واتكسر ما يكملش 3 أيام، فده يبقى حلو قوي كده. وطبعا انت هتاخدي الرف القديم وتديه لصاحب المحل وتقولي له انا عايزة رف تلاجة يكون نفس المقاس ده. وهنا بقى انا كنت غاسله ومنضفه التلاجة بتاعتي وقلت اصور لكم اللقطه دي، بحطه بمنتهى السهوله، الرف بيدخل بمنتهى السهوله. تعالوا بقى نشوف فكره تانية.
تعرفوا بقى الهباب؟ عارفين الهباب الاسود ده اللي هو اللي بيكون على الحلة كده بعد ما تطبخي فيها؟ احط الحلة نضيفة عليها، تطلع من عليها ربنا هو العالم شكلها عامل ازاي. شايفة شكل النار مش طبيعية خالص. الشعلة دي كانت مغلباني بجد. وطبعا انا ماليش في تصليح الحاجات دي ولا افهم فيها، ما اكدبش عليكم يعني. قعدت فترة وأخيرا لقيت الحل بقى إني كنت في يوم في محل بيبيع قطع غيار للبوتاجاز، تمام، وسألته عن الموضوع ده وقال لي غيري الشعلة. فهو ده الجزء اللي أنا اشتريته من المحل. طبعا كان لونها ذهبي، لكن بعد الاستعمال بقى اللون كده، يعني هي بقى لها كده أكتر من 3 شهور، يعني قولي مثلا 4 شهور بستعملها. وتعالي بقى نشغلها كده ونشوف شكل النار بتاعتها عاملة ازاي. شايفة؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة تانية خالص. أنا لو كنت أعرف إن السبب في الشعلة دي بس كده كنت غيرتها من زمان. دي الشعلة القديمة أنا مركباها علشان تشوفي بس الفرق بين النار دي والنار التانية. اما الجديدة بقى حاجة تانية خالص. وبكده خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى اكون افدتكم باي معلومة، واسفة على الاطالة. ياريت بقى نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لمرضانا جميعا بالشفاء، ولموتانا جميعا بالرحمة والمغفرة. وياريت بقى لايك للفيديو علشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اماني محمد.